في لحظة معينة كل حاجة بتقف. مش لأنك فقدت الأمل، بالعكس، لأنك أخيرا فهمت إيه اللي يليق بيك. أنت صاحب القرار. ساعات القرار ما بيكونش ضوضاء، بيكون هدوء غريب، بس جواه صوت واضح جدا بيقول كفاية كده. من هنا بدأت الحكاية، أو يمكن دي كانت نهايتها. كنت بحاول أقنع نفسي كل يوم إن ده الطبيعي، وإن اللي حاساه مش حقيقي، وإن الرضا بيجي بعدين. بس الحقيقة إني كنت بتنازل عن جزء من حلمي كل يوم وأنا مش حاسة. كنت بضحك بس قلبي كان فاهمني وبيحاول يقنعني وأنا اللي مش سامعاه، لحد ما الصوت اللي جوايا بقى أعلى من كل الضوضاء اللي حواليا. كنت دايما شاطرة وبحب ابتدي حاجات جديدة حتى لو خايفة منها، لمجرد انها مختلفة وهتخليني مبقاش تقليدية ولا زي حد. لكن كنت بخاف من كلمة لو، بس في نفس الوقت كنت حاسة انها بوابة للنور قدامي. يمكن كل اللي محتاجاه كان شجاعة بسيطة اقول لنفسي فيها دلوقتي دوري، انتي تقدري. ما كانش القرار سهل، بس كنت عارفة ان اللي جاي محتاج شجاعة. قررت أبدأ حتى لو لسه مش شايفة كل الصورة. يمكن الطريق طويل، بس المرة دي أنا ماشية بطريقتي. اللي جاي هيكون شكل تاني خالص، وأنا مستنية أشوف أنا هبقى عاملة إزاي فيه. وكل خطوة جاية هتبقى من قلبي مش من التعود. استنوني.